اهلا بيك. مرحبا بيك في ان بالعربي. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل كونتاكت اس فورم باستخدام ان مع اضافة امكانية الرد باستخدام الذكاء الاصطناعي. الموضوع هيبقى جميل جدا، وخلينا يلا نبدأ مع بعض وازاي نقدر نبني فورم بالشكل دوت، وازاي في نفس الوقت نقدر نخلي الفورم ديت تبقى دايناميك، وفي نفس الوقت تقدر ترد على العملاء بتوعنا باستخدام الذكاء الاصطناعي. يلا بينا. اول خطوه معانا هنفتح ان اللي هو موجود عندنا، وهنبدا نبني ورك فلو جديده. تعالوا نفتحه الموقع. ادي الورك فلو، هنكريت ورك فلو جديده. واول خطوه ان احنا هنبدا نبني الفورم بتاعنا. طيب ده العنوان بتاع الفورم، مثلا هيبقى مثلا جيت ان تاتش. وده مثلا نقول مثلا الاسئله او الكلام دوت. نقول مثلا have any question. ونبدأ نبص الفورمة بتاعتنا مكونة من كام انبوت. لو بصيت على الفورم هنا هلاقي بالظبط هنا عندي 3 انبوت، هو الاسم والايميل والمسج ذات نفسها. اول واحد الاسم، هنكتب هنا النيم، ونوع الفيلد هنا ده عندنا تكست، وهنا enter your name. وبعد كده نبدأ نحدد الفيلد ده required ولا لأ. لو انا محتاج اليوزر يدخله بخليه required. معتقد الاسم مش هيبقى مهم، هو اللي هيبقى اهم عندي هو الايميل. وهنا هنقاد element جديد، الايميل، ونوعه ايميل. enter your email، ونقول المرة دي ان الفيلد ده required. بعد كده هنقاد الفيلد التالت اللي هو المسج، نوعه تكست. enter your message. وبرضو على ما اعتقد ان المسج دي تبقى حاجة اساسية، ان هي ديت الرسالة ذات نفسها اللي موجودة عندي. تعالوا نعمل تيست ونشوف شكل الفورمة بتاعتنا كده. ده شكل الفورمة. طيب انا في حاجتين انا عايز اغير العنوان اللي هو بتاع الزرار دوت، اقول له مثلا send message، وعايز اشيل الجزء بتاع ان اللي موجود تحت هنا. تعال نعمل اول حاجة، نيجي كده اهو، هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها add option append ان. بعد كده add option تاني، ده هنا ده البوتوم ليبل، بدل ما submit اخليه send message. اعمل تيست تاني للستبس اهي، اتغيرت العنوان بتاعها. دي الفورمة القديمة ودي الفورمة الجديدة، وفي نفس الوقت شيلنا الليبل اللي كان تحت، اتشال معايا الليبل. طيب ممتاز جدا. انا كده عملت الفورمة بتاعتي. وتعالوا كده نجرب مثلا الداتا. مثلا محمد، او هنا ونكتب مثلا هنا الايميل، وهنا مثلا المسج، واعمل سند. ارجع تاني هنا. ممتاز جدا، الداتا هي جت. بس انا في حاجه جات لي المسج ديت انا عايزها تبقى اريا تكست اريا. هشوف كده لان انا ما اعرفش هي تبقى موجوده ولا لا. هنلاقي هنا في تكست، في تكست اريا هي. ممتاز جدا. ان انا عشان برضه عارفين انا بتكلم في ايه. فهنرجع تاني كده اهوت، ارجع تاني خلي ديت تكست، واعمل ايه تيست ستيبس. دي تكست بتاخد سطر واحد.
انا عايزة تكست اريا عشان تبقى شبه البتاع، تاخد اكتر من سطر يعني. فلو جيت من هنا رحت مغيرها، خليها تكست اريا، واعمل تيست للستبس ديت مرة تانية اهيت اهو، بقت دلوقتي تكست اريا تاخد مني اكتر من من سطر. طيب انا دلوقتي مفترض ان اليوزر مثلا كتب لي ان هو اسمه محمد، وحطيت لي مثلا، حط لي الايميل بتاعه وكتب لي الرسالة، وعمل سند المسج. انا ممتاز جدا، استقبلت الداتا ديت عندي هنا اهي، جت اهيت الداتا جات لي هنا على النت. انا دلوقتي محتاج اعمل حاجتين. انا محتاج ان انا ابعت لنفسي ايميل ان في حد كتب الفورمه ديت، ومحتاج في نفس الوقت اوفر رد على الايميل دوت بشكل اوتوماتيك، انه مثلا لايجنت خدمة عملاء بالذكاء الاصطناعي يقرا الرسالة ويرد على الايميل بتاع الفورمة دي. فخلينا نعمل اول واحدة ونعمل برضو الجزء التاني. يعني الجزء الاولاني خلينا نسيف ان نبعت المسج ديت ليه على الايميل. دي سهلة جدا. هلاقي نود عندي هنا اسمها ايميل، سند ايميل، سند ايميل. انا عايز اسند ايميل لمين؟ والله انا هبعت عندي ده الفروم مثلا بتاعي، وتقول انا هبعت نفسي الايميل دوت، ومحتاج هنا بس انا محتاج ان هنا يظهر لي المسج. فين المسج اللي جايالي؟ ويا سلام بقى لو لو قبل المسج مثلا ظهر لي الاسم بتاع الشخص، وبعد كده ظهر لي الايميل بتاعه. او تعالوا نحط ايميله ده مثلا في الفروم. ايوه، هو تعالى نمسح الانبوت ده، ونقول له مثلا والله خليك مثلا في الفروم اللي هو اللي جاي لي، وبعد كده هتبعت ليا الايميل دوت، والسبسكريبشن تعال نحط له مثلا العنوان بتاع الايميل مثلا باسم الشخص. تعال نعمل تيست كده. قالك ان الايميل اتعمل. لو رحت فتحت الجيميل بتاعي، ممتاز جدا، جالي الايميل اهو. تعالوا نجرب بقى الستبس ديت مع بعض. نقف تاني هنا، اعمل سيف، ارجع افتح دي كده، اعمل يا باشا تيست ستيب مرة تانية. دي الفورمة، اكتب مثلا هنا انا اسمي عمرو، وده الايميل بتاعي، ومثلا كول مي مثلا. سبميت. هنروح عندي هنا اهوت اندكس. بص على الورك فلو ده، اشتغل معايا تمام، لكن هو ما راحش سوري، ما راحش على الورك فلو التانية. هي دي كده جت مظبوط. ولو جيت هنا عملت التستيب، هو هنا هنا حصل حصل ان هو عمل ويت للتريجر، وفي نفس الوقت لسه التريجر عنده ما اشتغلش. يعني تعالوا نعمل تاني الخطوة ديت. سند مسج، نبص كده، ايوه ده تم خلاص، وعمل الكلام دوت. وهنا عمل بعت الايميل فعلا، ووصلت الايميل. انا عرفت منين؟ بصوا انا هنا بستنى ان النود لما تتاكد، لما تتم، بتلاقي ان في علامة صح تمت هنا. فطالما عمل علامة صح ديت، معناها ان النود ديت اتنفذت. فكده النود دي اتنفذت، والنود اللي بعدها اتنفذت، وزي ما احنا شفنا هيتبعت الايميل. لكن انا عايز اضيف كمان خطوة بقى. انا عايز يترد على الايميل دوت برد من المساعد الذكي، او بقى من السكرتير اللي هيبقى موجود. عشان تضيف AI او AI agent للكلام دوت بسيطة جدا. هتيجي هنا هتضيف له اول واحدة، اول ما تدوس نود هتلاقي حاجة اسمها advanced AI، بعد كده AI agent. والاي اي ايجنت ده هتلاقي بقى فيه كده، بص هو الشكل بتاعه غريب شويه كده بس بسيط جدا. هتلاقي ليه اكتر من 3 دراعات من تحت، هم دول اللي هنبدأ نشتغل عليهم، زائد ان هو الاي اي ايجنت.
اللي هي الايجنت ده مفترض هياخد ايه؟ هياخد مني الرسالة. الرسالة ديت اللي هي موجودة في انهي نود اهي، اللي هي المسج دي. فاجي هنا اهو اقول له defined blue، واجي اقول له خد المسج ان اللي الراجل بعتها لك. طب انا عايزه يعمل ايه؟ عندي حاجة اسمها system message من add option. اجي هنا ببساطة جدا يبقى مش عارف ايه مثلا ايه reply to the message بس. اجي اقول له اعمل ريبلاي للمسج اللي موجودة دي. اعمل كده اهوت. كده احنا عملنا حاجتين. لو جيت عملت تيست مش هتشتغل. ليه مش هتشتغل؟ ان انا هنا ما حددتلوش هو هيستخدم انهي موديل، ولا الموديل اللي هيرد بيه ايه، هو العقل اللي هيرد بيه ذات نفسه. في هنا حاجات كتير جدا، في ديب سيك، في جيميناي، في لاما ولاما. طب انا عايز اشتغل بحاجة بسيطة سهلة، ان انا اقدر من غير ما مثلا ما احط اي بي اي كي. ممكن تستخدم جوجل جيميناي. لكن انا دايما بفضل ان استخدم ديب سيك. ديب سيك رائع جدا في الردود. يعني تعالوا مثلا نجرب اهو ديب سيك. طبعا بتحط الكروك وبتحط له الاي بي اي كي. لو انت عندك اي بي اي كي، ما عندكش اي بي اي كي، ب2 دولار على فكرة بتقدر تجيب اي بي اي كي للديب سيك، وبيشتغل معاك بشكل جميل جدا يعني. انا هنا ضفت له الموديل بتاعي اللي هو ايه، ديب سيك. تعالوا بقى نعمل تاني تيست كده ونشوف اللي هيحصل. هو بس مشكلة ديب سيك ان هو بياخد وقت شوية، بس هو زي ما احنا شفنا of course what want to like me مش عارف ايه، ويعني بدأ ايه يرد علينا. تعالوا بقى ايه نبعت الكلام ده بالايميل. نيجي تاني ننده على نفس النوت اللي هي send ايميل. تعالوا ناخد الايميل بتاع الراجل ذات نفسه اللي هو كتبه لي في الاول خالص، اللي هو دوت تو ايميل كذا. وهنا بقى انا هحط الايميل بتاعي ان هو دايما بيبقى مرتبط منه العنوان والتايتل. هنحط له التكست، هنحط له ان الاوتبوت بتاع الايجنت، وهنقول له هنا مثلا عنوان reply to email مثلا. في فكرة تانية ممكن تخلي العنوان دوت دايناميك اكتر او يبقى من ال AI agent ذات نفسه، بس خلينا مبدئيا دلوقتي نخلي الامور ايه بسيطة، ونجرب كده الورك فلو بتاعنا اللذيذ ده. يبقى احنا كده بنبعت ايميلين. اول ما الفورمه بيحصل لها سبميت، اول ايميل بيتبعت لي على جيميل خاص بيا. بعد كده بنبعت للاي اي ايجنت عشان يقرا الرساله ويرد على العميل ذات نفسه. تعالوا بقى ايه نبدا نعمل نتست الستبس ديت تاني. ايوه اهيت. هنيجي مثلا نقول هنا مثلا عمرو عبد الرحمن، ونقول له مثلا مسج مثلا تعال مثلا نكتبها حتى كمان بالعربي. الرجاء الرد بسرعة علشان الطلب الخاص بيا مش موجود مثلا، او ايه مش وصل بالميعاد المحدد. تعالوا مثلا برضو ناخد ايميل جديد، ولا تعالوا نشتغل على نفس الايميل بس عشان خاطر يبقى الموضوع ابسط. ادي تي بي فريلانسر اللي هو الايميل بتاعي، ونعمل ايه سبميت. نبص هنا الفورمة اتعمل لها سبميت. نبص على الخطوة اللي بعدها تيست الستبس. خد الداتا ديت، وبدأ الأول هيبعتهم لي على الإيميل. هو بس بياخد وقت كده بسيط. ممكن نبقى نجري الجزء ده في الفيديو. أيوه أهو، لا كده خلاص تمام.
بعت الايميل اهوت الرسالة. نبدأ في الخطوة بتاعة ال AI agent. هيبدأ يقرأ الرسالة اللي الراجل دخلها عندنا في الفورمة، ويبدأ يكتب الرد المناسب للرسالة دوت بناء طبعا على السيستم مسج ذات نفسها. لو انت عايز تطور في الرد بتاعه هتبدأ تعدل في السيستم مسج، هيبقى برومبت انجينيرنج، هتكتب له بس ايه اللي مطلوب منه وازاي يرد ويرد ازاي. طبعا لو في داتا مفترض يرد على اساسها بتبدأ توفرها له وهيبدأ يرد من خلالها يعني. بعد كده الخطوة اللي بعد كده هيبدأ يبعت الايميل دوت او يرد على الراجل مرة تانية. تعالى هنا اهوت اهو، تعالى نبص حتى الرد اهوت، قال لك انا هنا لمساعدتك، لو في مشكلة عندك ابعت لي بقى رقم الطلب والمتجر او الخدمة المشكلة اللي انت بتواجهها. وبدأ يضيف له ايه، يتكلموا اكنه بالظبط شخص من خدمة العملاء. انا بفضل ديب سيك ان ردوده دايما في الديفولت بتاعه العادي بتبقى ردود قريبة جدا من ان انت في حد بيشتغل معاك يعني. فارجو ان الفيديو دوت يبقى سهل عليك حاجة، وخلينا مع بعض. لو في اي حاجة انت محتاجها كلمني وهتبقى بإذن الله حاجة كويسة. مع السلامة.